قال جمهور أهل العلم كل عمل بين الرد والقبول إلا الصلاة على الرسول، إلا الصلاة على سيدنا النبي. والله وأنا من على منبر رسول الله، والله ثم والله ثم والله من أدام الصلاة على رسول الله سيرى من الفتوحات والكرامات والبركات ما لا يعلمها إلا الله. مهموم ما تصلي على النبي، مخلوق صلي على النبي، حزين صلي على النبي، مريض صلي على النبي، عندك أزمة صلي على النبي. ما هو أنت ما أنتش عارف مين هو النبي، وما أنتش عارف هو قدر النبي، وما أنتش عارف أنت بتصلي على مين. أقول لك على حاجة بعد ما تصلي عليه في الصحيح، اسمع للحديث ده، حديث واحد. يدخل أبي بن كعب على رسول الله، قال له يا رسول الله أنا بعد ما بصلي بدعي وربنا بيقول ايه فادعوني استجب لكم. طيب واذا سالك عبادي فاني قريب، ربنا بيقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم. انا بدعي 10 دقائق لي ولمراتي ولعيالي ولجيراني وللمسلمين، و10 دقائق اصلي عليك، أأجعل نصف دعائي صلاة عليك؟ قال له الحبيب إن شئت فافعل. أبي طلع ورجع قال له أجعلهم الربع مش كفاية؟ قال يا أبي إن شئت فافعل. فأبي رجع في المرة الأخيرة خذ القرار النهائي، قال له يا رسول الله أأجعل دعائي كله صلاة عليك؟ اجعل الدعاء كله، مش هدعي ده انا هقعد ال10 دقايق في مسجد الصحابه في النزهه اصلي على سيدنا النبي بس. فقال له الحبيب اذا يكفيك الله همك ويغفر ذنبك ويقضي الله عنك دينك. ما تصلي عليه. انا مش عايز، انا بتكلم في فضل الصلاه على سيدنا النبي وانت مش عايز تصلي. ده انت المفروض اوتوماتيك تجعل لنفسك ورد يومي للصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واللي هيطلع النهارده من مسجد النزهة ما يعملوش ورد للصلاة على النبي أقل حاجة في اليوم 1000 مرة، صلي 100 مرة اليوم تصلي على سيدنا النبي. اللي هيطلع النهارده ومش هيصلي على النبي اعرف أنه شقي، لأنه لا يصلي على رسول الله إلا السعداء. جبت الكلام ده منين؟ لما ربنا أمرنا بالصلاة هل الله يصلي؟ حاشاه. لكن الله جل وعلا العبادة الوحيدة والأمر الوحيد الذي أمر العباد به وسبقهم به هو الصلاة على سيدنا النبي. يعني ايه؟ يعني ربنا قبل ما يقول لك صلي هو صلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يعني إذا كنت أيها الإنسان غافلا عن الصلاة على النبي العدنان فاعلم أن الذي يصلي عليه هو الواحد الديان. لما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله سباق في الصلاة على رسول الله، ثم جاء الأمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك أذكر قصة وأختم بها ذكرها كبار العلماء. بعد ما توحد الله صلى على سيدنا النبي. طب كمان مرة صلى على سيدنا النبي. ما احنا في ماتش الصوبة كان صوتنا كده اهو، كان صوتنا كده في ماتش الصوبة بقول لك صلى على النبي. فخر لك ان انت ترفع صوتك بالصلاة على رسول الله عشان ربنا يزيل الكرب اللي في الأمة ويزيل الغم اللي في الأمة ويمحي الغلاء اللي في الأمة بالصلاة على رسول الله. طيب رجل مديون
خلي بالك، مديون للبقال ومديون للنجار ومديون للجزار، الديون تراكمت عليه، كلهم واقفين قدام بيته. الديون وصلت كام؟ 500 دينار. ما تصلي على المختار. فراح لواحد من اهل المال قال له ما تديني ال 500 دينار اسد ديوني وشهر واحد واديك ال 500 دينار. خد ال 500 دينار. يوم 11 في مسجد النزهه خد ال 500 دينار بتوعه. ما توحد كده. اداله ال 500 دينار. فات الشهر راح للراجل يخبط عليه. خير يا عم؟ خير؟ انت نايم ولا ايه؟ فين يا عم حقي؟ قال له والله العظيم ما معايا من ال 500 دينار دينار واحد. طب والعمل؟ اديني شهر كمان، خليهم اسبوع. قال له ولا دقيقه، عايز حقي دلوقتي. بقول لك والله العظيم ما معايا، انا مخلوق ومتضايق، اديني شهر واحد. قال له بقول لك ولا دقيقه، هتدفع؟ ما معيش. قال له اذا ساشكوك الى القاضي. والقاضي يا جماعه زمان كان فاضي، نادر ما يجي له قضيه. روح النهارده في محاكم المسلمين في مصر ترى ملايين القضايا بين المسلم واخيه المسلم. ما البلاء اللي احنا فيه دي من ايه؟ ويجي يقول اللهم انصر اخواننا في فلسطين. مش هينصروا اللي شكلك دي يالا، ده انت حرامي يالا، ده انت بتاكل ربا يالا، ده انت واكل اموال اليتامى ظلما وعدوانا، ده انت عاقل ابوك وامك، ده انت بتسئل الجار، ده انت ما بتصليش الفجر. كيف تطلب النصره؟ اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. انا اقولها من على المنبر للي تخش دماغه. افهم واسمع. هزم المسلمون في احد وقائد الميدان رسول الله. القائد سيد الخلق، قائد الميدان حبيب الحق في الجيش ابو بكر وعمر وعثمان، وتاتي الهزيمه. ليه المسلمين يهزموا والنبي معاهم؟ النبي هو القائد. لان الصحابه بعض الصحابه خالفوا امرا من اوامر رسول الله فكانت الهزيمه. كيف وقد خالفت الامه جل اوامر الله ورسوله؟ انت بتجوز بنتك الان على سنه الله ورسوله ولا في الجامع بس وانت بتكتب الكتاب؟ وتروح راجل عندك 70 سنه تربط التلفيع وترقص في القاعه؟ يا راجل يا هايف، دي مسلم. الحلقه اللي ابنك حالجها دي حلقه واحد مسلم. لما انت بتبيع زي ما بتشتري، بتعامل جارك زي ما بتحب ان تعامله، بتعامل امك ربع معامله مراتك. من تيجي النصره؟ وما النصر الا من عند الله. كما قال عمر لن ننصر بعده ولا بعتاد ولكن ننصر من السماء. لكن احنا حطينا حجر عسره في طريق الدعاء فلم يستجاب الدعاء. خلصت القول عشان تكتر من الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اشتكى له القاضي بعت له: ايها الرجل انت فعلا مديون الرجل دي 500 دينار؟ قال له مديون له. طب ما تديله حقه. قال له والله ايها القاضي ما معيش. يا سياده القاضي ما معيش. قال له هسجنك. ما معيش. قال له هتتسجن يا الدفع يا الحبس. قال له طالما هتسجن سيبني الليله دي بس اروح او اجلس مع اولادي واودع مراتي. قال له افرض هربت من يضمنك؟ انظر الى الثقه في الله ورسوله. قال يضمنني رسول الله. ازاي؟ قال له انا اشهدك واشهد الحاضرين واشهد الله في عليائه لو ما جيتش بكره المحكمه فانا لست من امه محمد. فالقاضي كان وقاف تركه، رجع لمراته. مراته قال القاضي سابك ليه؟ انت دفعت. قال ما دفعت، ده ساب لي الليله بس. ومين اللي ضامنك؟
قال ضمنني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له طالما ضامن رسول الله ما تيجي النهارده نقعد طول الليل نصلي عليه. ما تجيب العيال كده، العيال اللي ده كل عيل معاه تليفون، هات العيال كده واقعد نص ساعه كل يوم، نص ساعه يوم الجمعه، بلاش كل يوم، انت مش فاضي، الشركات والمطارات واقفه عشان خاطر سيادتك، نص ساعه بس. هات الزوجه وهات العيال ويقعدوا يصلوا على سيدنا النبي. هات الولد كده وقول له يا ابني لما الدنيا تضيق عليك وتيجي عليك في باب اسمه الصلاه على سيدنا النبي، باب الفرج الاكبر. طالما الضامن رسول الله تعالى نقعد طول الليل ايه؟ نصلي عليه. قعدوا يصلوا على سيدنا النبي حتى نام، فلما نام جاءه في المنام مسك الختام محمد، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وقال له إذا كان من الصباح اما تقوم الصبح اذهب إلى والي المدينة حاكم المدينة وقول له رسول الله يقرئك السلام وبقول لك اديني 500 دينار اسد بيدي. قال له بس يا رسول الله مش هيصدقني، هيقول لي انت مألف الرؤيا دي من دماغك. قال له الحبيب ان سألك عن أمارة ذلك فقل له بأمارة ما انت كل ليلة بتصلي على النبي 1000 مرة، وفي الليلة البارحة أخطأت في العدد، ورسول الله يبشرك أنها وصلت كاملة. راحوا الصبح السلام عليكم السلام. قال له سيدنا النبي سلم عليك وبقول لك اديني 500 دينار عشان اسد دين. قال له نعم يا اخويا بتقول ايه؟ قال له بقول لك سيدنا النبي جاني في المنام بقول لك اديني 500 دينار عشان اسد دينه وسلم عليه. قال له ما امارة ذلك؟ قال له امارة ما انت كل ليله قبل ما تنام بتصلي على سيدنا النبي 1000 مرة، وفي الليلة البارحة أخطأت في العدد، ورسول الله يبشرك أنها وصلت كاملة. فبكى الرجل راح مديله 500 دينار. ما توحد كده، اسمع شوف الصلاة على سيدنا النبي بتعمل ايه؟ اداله 500 دينار واخدهم وعايز يطلع المحكمة يسدد. قال له استنى رايح فين؟ قال له ايه؟ قال له خد كمان 500 دينار. قال له دول بتوع ايه؟ قال له ببركة أنك أتيت لي بالسلام من رسول الله. 500 تسد دينك و500 عشان انت جبت لي السلام من زعيم الأمة محمد. طلع على المحكمة النهارده قال له انت فين؟ قال له والله العظيم انا جاي جاري، زمان جاي الناس بيدنوزها جاري دلوقتي، جاري والله. قال له انا جاي جاري وجاري. قال له خد قال له خلي فلوسك في جيبك، خد مني ال 500 دينار سد دينك. ده القاضي طلع 500 جنيه من جيبه وادهم للراجل، بيقول له خد سد دينك. قال له ليه؟ قال له ببركتك رأيت رسول الله وقال لي إن تقضي عنه دينه قضينا عنك يوم القيامة. إلا صاحب الدين جاي خد يا عم فلوسك. قال له لا، عطاء الله ليس له حدود، إذا أراد الله شيء لا يمنعه شيء. قال له خد مني 500 دينار. قال له ليه؟ قال له ببركتك رأيت رسول الله في المنام وقال لي إن تعفو عنه عفى الله عنك يوم القيامة. أقول رجل من الفقراء أصبح من الأغنياء بفضل الصلاة على سيد الأنبياء. أدم الصلاة على الحبيب، فالصلاة على الحبيب مسك وطيب، الصلاة على الحبيب شفاء بلا طبيب، الصلاة على الحبيب شمس لا تضيء، الصلاة على الحبيب تدعو وربك يستجيب، وإذا ما ضقت بالعيش الكئيب فبادر بالصلاة على الحبيب، فما صلى عليه الحزين إلا أتاه الله بالفرج القريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما قلت شيئا في فضل الصلاة والسلام على رسول الله. وأقول لك ختاما، وأنا والله أعشق هذا المسجد، ودائما أطلب من إدارة الأوقاف إن أنا أجي مسجد النزل، بس مش عارف حظي سيء ليه. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا. عايز أقول كلمة صغيرة
لما اقول لك صل على سيدنا النبي مرة ورب العزة يصلي عليك 10 وانت ما تصليش، يبقى انت مش لازم لك صلاة ربنا، ماش لازمالك. بقول لك مرة لما تقول اللهم صل على سيدنا محمد مرة رب العزة يصلي عليك 10. عند الإمام أحمد في مسنده أن عبد الرحمن بن عوف دخل المسجد النبوي ورأى الحبيب محمد ساجد، ولكن السجدة ديت عبد الرحمن بن عوف يقول أنها أطول سجدة سجدها رسول الله. يستنى عبد الرحمن بن عوف أن النبي يقوم السجدة ما يقومش، النبي طول زاد عن اللزوم. قال عبد الرحمن فقلت في نفسي لعل النبي قد قبل، ممكن يكون ملك الموت وخد روحه. طب أنا لو مت تاني لا شيء، إنما هو بيموت ويضيع كل شيء. ففجأة قام النبي من سجدته فقال يا رسول الله أشفقت عليك، أطلت في السجود. قال يا عبد الرحمن لقد جاءني جبريل وقال يا رسول الله ألا أبشره؟ قال بشرني يا جبريل. قال إن الله يقول وعزتي وجلالي وكبريائي ما من أحد يسلم عليك إلا سلمت عليه، وما من أحد يصلي عليك إلا صليت عليه، فسجدت شكرا لله الواحد القهار. اللي يصلى على النبي ربنا يصلى عليه. وخد بالك ما تشغلش بالك، المنافق عمره ما يصلى على النبي. عارف ليه؟ مش هيشغلك بالصلاة على النبي. عارف هيشغلك بايه؟ هيشغلك بالغيبة، هيشغلك بالنميمة، هيشغلك بأعراض الناس، هيشغلك في الكلام في أعراض الناس وفي الغيبة والنميمة. مش هيشغلك بالصلاة على سيدنا النبي. ليه؟ لأن الصلاة على سيدنا النبي وراها فوائد كتير، وأقل صيغة تشتغل عليها هي صيغة القرآن. معايا صيغ كتير، اشتغل بالقرآن. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى أنت تقول صلى الله عليه وسلم. تعرف تقول 1000 مرة وأنت راكب المواصلات، وأنت راكب الفيسبوك، وأنت راكب التوك توك، وأنت قاعد عند الدكتور، وأنت قاعد في أي مكان في بيتك، وأنت نازل على السلالم. صلى